وعبر التاريخ احتضنت ولاية الجوف فعاليات المهرجان الثقافي الوطني للثقافة والتراث النيلي تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون وإشراف والي ولاية الجلفة، المنظمة تحت شعار التراث النيلي في أفق التنمية الثقافية والذكاء الاصطناعي، الذي تحول إلى تظاهرة فنية وثقافية تجسد العمق التراثي والروحي للمجتمع النيلي. أحمد حمام. انطلقت فعاليات المهرجان بمدينة الجلفة التي تعد القلب النابض للثقافة النيلية بحضور رسمي من ممثلي عن وزارة الثقافة والفنون إلى جانب ضيوف من ولايات مختلفة وجمهور غفير توافد للاحتفال بهذا الحدث البارز. برنامج ثقافي وفني متنوع يتمثل في معارض لللباس النسوي والرجالي بكل أنواعه ولوازمه، كذلك إلى صناعات الحرف التقليدية وإلى معرض الخيمة ومعرض الطيور. خصوص الجانب الفني يتمثل في استعراضات للفانتازيا والفولكلور، حفلات فنية ساهرة. زيارتنا لمعرض ولاية الجلفة والله شفنا بعض التقاليد جديدة علينا وعطاونا عليها نبذة تاريخية عليها، والله الجزائر عميقة وعمق قارة والحمد لله. لم يخل المهرجان من البعد الأكاديمي إذ نظمت ندوات فكرية تناولت الثقافة النيلية بين الماضي والحاضر وكيفية تطوير الموروث الثقافي في ظل الذكاء الاصطناعي. أردنا أن نضع أمام الجمهور المتعطش لكل تجليات وأشكال الثقافة النيلية مجموعة من المحاضرات التي تتناول حضور هذا التراث الثقافي النيلي في الذاكرة الفردية والجماعية وأهمية هذا التراث. وجد في الملتقى الثقافي ما لم نجده في مناظر الشعر من مداخلات قيمة وأسئلة ونقاش. نشكرهم على كذلك على هذا التراث الجميل المجمع، هؤلاء الذين يعني مزجوا العالم الافتراضي أو صح التعبير الذكاء الاصطناعي بما هو جديد. ليختتم اليوم الأول للمهرجان بحفل فني مميز جمع بين الأصالة والإبداع وتكريمات لعدد من الفنانين في الحقل الثقافي الوطني والمحلي. أشرف وزير التربية الوطنية